عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا احنا خارجين من رمضان زهقانين من الاكل، وكل يوم ايه حيرة في الاكل. النهارده بقى هعمل لكم شويه كشري، انما ايه ولا بتوع المطعم، يمكن احلى كمان. هنا عدس اهو، وده حمص نقعناه. انا نقعته من بدري قبل ما تعملي الاكل ب3 ساعات. ماشي. انا طبعا الكميه حسب كميه الاسره عندك، عايزه تعملي ربع، عايزه تعملي نص، عايزه تعملي كيلو، حسب الاسره اللي بتبقى موجوده عندك. ماشي. هنا احنا نقعنا الحاجه اهي، ده نقعاه من بدري. بص الحمص، طبعا انا غيرت عليه ميه كذا مره. هحطه في الحله هنا، وهبشر له بصلايه وهبشر له طماطمايه، وهوريكم هنعمل ايه. بص يا حبايبي، انا ولعت عليها اهي. هنا بشرت بصلايه صغيره وطماطمايه وملح وكمون بس، واسيبهم يغلوا مع بعض لغايه لما الحمص يستوي. ماشي، واحده واحده اهو. بعد كده هوريكم المرحله التانية هنعمل فيها ايه. بص انا حبايبي، المكرونه بتاعت الكشري تبقى كيس طويله وكيس ايه صغير. هتجيبيها تقسميها نصين كده. الميه غليت اهي، حطها. وهنا الزيت اللي هنحط فيه ايه الحلقات بتاعت البصل. بصي دي حلقات البصل، ولا دي ولا نشا ولا اي حاجه. هنعمل مع بعض احلى بصل مقرمش، ولا دقيق ولا ايوتا حاجه. ماشي. هنزل انا المكرونه واجيلكوا تاني. بصوا حبايبي، هنا بحط زيت كتير عشان اعرف احمر ايه البصلايه كويس. وهنا المكرونه ما بخليهاش سوا كامل، بطلعها ايه 3/4 سوا كده عشان ما تبقاش مهريه معايا. هنا بقى الحمص اهو بيغلي. خليكي بقى معايا لغايه ما اوريكي البصل ده من غير دقيق ولا نشا ولا اي حاجه بتحط عليه هيبقى مقرمش ازاي. بص يا حبايبي، هنا حطينا الزيت كتير خلى البصل مقرمش ازاي. هنا هصفيه بالمصفى بتاعتي واطلعه في طبق، اصفيه خالص من الزيت. بص اصفيه خالص واحطه على طبق. انا ما برضاش احطه على مناديل كلينكس علشان خاطر المناديل بتلزق فيه، فبصفيه خالص من البصل وافرده على طبق. بصي يبقى مقرمش معايا جدا. جربي الطريقه دي وهتدعيلي. بصي بتتكسر بالواحده، ولا دقيق بقى ولا نشا ولا اي حاجه، زي ما انا وريتك الطريقه كده. بس هو غمق مني شويه. انت عايزه تطلعيه فاتح، احنا بنحبه غامق. انت عايزه تطلعيه فاتح طلعيه، بس اهم حاجه تصفيه خالص بالزيت. تحطيه على طبق وتفرديه كده وتفرديه. بس بقى الزيت، هنا المكرونه حطيت عليها ملح وفلفل اسود، هحط لها برضو شويه من الزيت اللي احنا عملنا فيه البصل عشان تبقى مفرفته كده. مفرفره يعني، مش مفرفته. تبقى الواحده بوحدتها، ما تبقاش لازقه زي بتوع المحلات بالظبط. وتقلبي الملح والفلفل معاها وتركنيها على جنب عشان لما تبقي تحضري الطبق بتاعك تبقى جاهزه ويبقى ليها طعم كده. هنا الحمص اهو قرب يستوي. هنا بشرت بصلايه، وبنفس الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل هنحطه عليها عشان اعمل الشعريه والعدس. دي بقى التكايه اللي هي ايه بتوع المحلات ممكن يكونوا بيعملوها. دي هتخلي الكشري طعمه هايل. طبعا الكميه حسب الافراد اللي عندك، انا مش هحدد اي كميات، انا حاطه على قد الكميه اللي عندي او الافراد اللي هياكلوا. هحمر الشعريه مع البصله والزيت مطرح البصل اللي احنا حمرناه، واحط العدس اللي احنا ناقعينه والرز برضو على قد الكميه اللي انت هتعمليها. كله في حله واحده، العدس والشعريه والرز والبصلايه. وبس ما تكتريش الميه، على قد الرز بالظبط كأنك بتعملي الرز العادي اللي احنا بنعمله. هتاكلي احلى كشري بصراحه. بصي العدس بعد ما نقعناه بتتكسر معاكي ازاي عشان تبقى مصحصحه معاكي في الكشري. هتاكلي احلى كشري. حطوا طبعا كمون والملح واظبطه كده.
انا حاطه له ميه سخنه. بصي، وتوطي عليه، هتاكلي احلى بقى كشري. هنا نجيب توميه، انا حاطه عليها فلفل اخضر دقاه عشان نعمل الصلصه. اول ما تحمر اروح دلق عليها شويه معلقه خل والطماطمايه. في ناس بتعمل الطشه دي ببصلايه، لا انا هنستكفي بالبصل بقى، البصل بقى غالي وكفايه كده. هنا الحمص اهو قرب يستوي، وادي التومه اتحمرت، هحط عليها معلقه خل، طبعا عصره قوطه شفشق كده على قد برضو الكميه اللي انت هتعمليها. سيبها بقى تتسبك براحتها. وهزودها بشويه ميه من الميه بتاعه الحمص، يعني هنستغل كل الميه بتاعه الحمص كمان، مش هنرميها. بصي الكشري عامل ازاي، استوى جميل. بصي، حبه بحبتها، ولا معجن بقى ولا اي حاجه، واحده بوحدتها. وادي المكرونه مفيش ولا واحده لازقه، تحفه. والصلصه اتسبكت، هعمل دقه توم وخل وشطه، واحط من الميه بتاعه الحمص عليها، تبقى جنبيكي. وادي طبق كشري وصايه، احلى طبق كشري. بألف هنا وشفا عليكم يا حبايب ام امير يا عسل. بصي البصلايه ناشفه والله. ودي الصلصه بالشطه، ودي الدقه اللي انا قلتلك عليها بميه الحمص. احلى طبق كشري.